بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ ام يوسف. ان شاء الله عندنا كيلو مانجا هنقطعه وهنعمله عصير. بصوا المانجا ديت ما شاء الله عليها، هنعمل منه عصير وهنعمل منه مكعبات هنعملها في اي وصفة تانية. هقطع بقى وهقطعها وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي ما شاء الله تبارك الله، احنا النهارده هنستخدم القشر بتاع المانجا هنعمله عصير، اللهم صل على النبي. المكعبات دي هنعمل منها وصفة ايه؟ هنعمل منها اي وصفة بتتعمل في المانجا، اي حاجة حلوة. بصوا حبايبي ما شاء الله تبارك الله، القشر اهوت هنحطه بقى هنا في المية يتنقع شوية، وطبعا المحلات بتعملوا كده. بصوا هنعمل بقى ايه، كل ده هنضربه في الخلاط وهرجع لكم تاني بقى واوريه لكم. بصوا حبايبي ما شاء الله تبارك الله، بصوا القشر مع بواقي المانجا حطيتها وحطيت عليها سكر وبضربها في الخلاط، وبعدين هصفيها بقى. ولا احلى مانجا والله، كانها ايه يعني، مش هتشك فيها ان القشر معمول خالص. يعني هما المحلات بيعملوا ايه؟ يعني هما المحلات بيعملوا كده، هيعملوا لك مانجا صافي مثلا يعني. احط بقى افرم الخلاط ده وارجع لك تاني. بصوا بضربها في الخلاط اهو وهرجع لك تاني. بصي صفيته ازاي ما شاء الله عليه، يعني ولا هتشك ان ده قشر المانجا خالص. بصي المنظر والله العظيم، بصي كأنك عاملة مانجا صافي. بصوا حبايبي ما شاء الله تبارك الله، ادي شفشق، ادي 2، وادي لحم المانجا عملناه مكعبات، وما شاء الله تبارك الله. بصي يعني ولا هيصدقوا ان دوت ايه، من بواقي قشر، من قشر المانجا يعني. بصي ما شاء الله من كيلو مانجا. بصي عملنا قد ايه، عملنا كميه كبيره هتشربي البيت كله، ومنها هتعملي حاجه حلوه ايه بالمكعبات دي. هرجع لك تاني اهو حبايبي ما شاء الله تبارك الله. بصي السمك بتاعها ما شاء الله، وقولي لي ايه رايك بقى. وبسم الله ما شاء الله تبارك الله، بصي جميله وزي العسل ملهاش حل والله العظيم. وقولوا لي ايه رايك بقى، وصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، واعملوا لي شير ولايك بقى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.